السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم احمد من قناة بيت العيلة. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض مقرمشات الذرة او الدوريتوس. هنعمله في البيت بمنتهى السهولة وبدون مواد حافظة وبمنتهى الجودة وبمقادير بسيطة جدا. هنجيب كوباية دقيق ذرة، تمام، اصفر ابيض اللي موجود عندك، وهنجيب كوبايه زيها دقيق اللي هو الطحين بتاعنا العادي بتاع الكيك، وشويه ملح وشويه سكر، تمام. وهنزل بقى بالتوابل بتاعتي كلها اللي انت تحبيها. خلاص، بعد ما حطينا الملح والسكر هنبتدي بقى ننزل بكل التوابل اللي انت عايزاها. هنحطها في العجينه افضل من ان انت تحطيها مثلا لوحدها. هحط شويه بيكنج باودر عشان خاطر تبقى كويسه معايا وهشه، وهنحط كركم عشان خاطر ندي اللون اللي احنا عايزينه، وهنحط بقى بصل باودر وتوم باودر وبابريكا والطعم اللي انت عايزاه. انا بفضلش الاطعمه اللي هي بتبقى جاهزه بره، اللي هي بتبقى طعم الكباب، طعم الفراخ، طعم الحاجات دي، انا مش عارفه هي مصدرها ايه. فبحط حاجات من اللي هي موجوده عندي في البيت: كركم، كاري، بابريكا، بصل باودر، توم باودر، فلفل اسود، ملح، فلفل، سكر، حاجات زي كده. تمام، هي دي الحاجات اللي انا اللي ببقى فاهماها وببقى عارفه ايه مصدرها وطعمها والكلام ده كله. خلاص، حطينا كل المواد الجافه بالشكل ده، وحطيت شويه زعتر كمان. وبعدين هنزل بعد كده بالمواد الجافه دي كلها، اقلبها مع بعضها. وبعدين بقى بنص كوبايه ميه او حسب ما تاخد معايا، ماشي. هحاول اخلي العجينه تكون متماسكه معايا علشان خاطر مش عايزاها طريه قوي ولا عايزاها ناشفه جامد، عايزاها تكون متماسكه كده وماسكه نفسها. خلاص، واحط معلقتين زيت، تمام، بالشكل ده. هقلبهم كده على الناشف، وهنزل بقى بالميه معلقه بمعلقه كده، حاجه بسيطه، والم العجينه. خلاص، حاجه بسيطه وما فيهاش اي حاجه. لو انت مش حابه الذره او حابه ان الذره طعمه ما يبقاش كتير فيه العجينه، نقدر نحط كوبايه دي عليها نص كوبايه ذره، او انك تحطي كوبايه من ده وكوبايه من ده اللي يعجبك. دي تمشي ودي تمشي، بس ما ينفعش تكتري الذره عن الدقيق الابيض علشان خاطر ما تشقش منك وتحسي ان هي ناشفه معاكي ومش هتعرفي تمسكيها اصلا. كل ما تيجي تمسكيها تقع منك وهتفتح منك. خلاص، يبقى يا كوبايه دقيق ذره على كوبايه دقيق ابيض اللي هو دقيق المخبوزات العادي، او انك انت تحطي نص كوبايه دقيق ذره على كوبايه دقيق ايه من اللي هو الدقيق العادي بتاعنا. خلاص كده، مقادير بسيطة. ولو حابة تضاعفي كمية براحتك، مفيش أي مشكلة. وهلم العجينة لحد ما تبقى معايا بالشكل ده. خلاص، وهبتدي هسيبها ترتاح شوية، وبعدين هبتدي ان انا اكورها، اعملها كور بتكون متساوية. خلاص، عشان تعمل لي رغيفة كده ايه متساوية، وتكون ايه مدورة، وهفرد الرغيف بالشكل ده. شايفين العجينة بتبقى معايا ايه؟ يعني كويسة. وهجيب الطاسة واجي حطاها عليها، تديها صدمة من هنا وصدمة من هنا، بحيث ان هي ايه تستوي وفي نفس الوقت ايه ما تحمرش. خلاص، علشان خاطر هي لسه هتكمل بقية سوها بعد كده. تمام، لحد ما اخلص كل الكمية. انا هاخد جزء من الكمية ديت اقطعها بالشكل ده مثلثات زي الدوريتوس بالظبط. تقطع مثلثات صغيرة، مثلثات كبيرة، نقطعها وليكن 8، او تقدري تقطعيها 10، تقدري تقطعيها 12، زي ما انت عايزة، 4 كده، وتبتدي تقسميها حسب المثلثات الشكل اللي يعجبك. خلاص، دي طريقة. وهمسك الجزء اللي انا قطعته ده كله، هكون مجهزه طاسه سخنه بالاشكال دي كلها، وهنزل بيه الزيت على طول احمرها. طبعا ده ذره، فالنشا الذره طبعا ما بيشربش اي زيوت، هينزل في الزيت وهيطلع ناشف ومقرمش وزي الفل ومش شارب اي زيت. خلاص، دي طريقه سهله ان انتي تعملي بيها. الطريقه التانية انا سايبه كام واحد علشان خاطر ادهنهم زيت بفرشه واقطعهم بنفس الطريقه وادخلهم على صاجه في الفرن يتحمصوا من غير ايه ما تحطيهم في طاسه على النار ولا الكلام ده كله. ده الناس بقى اللي ايه اللي مش عايزه مقليات، او مش عايزه مثلا عامله دايت او الكلام ده كله. همسح بفرشه كده زيت، مسحه زيت خفيفه خالص على الجنبين من اثر الدقيق كده والكلام ده، عشان خاطر برضو لما تخش الفرن تحمر. وعلى نار متوسطه هفردهم كده على صاج، على ورق زبده او على صاج على طول. خلاص، وبعدين هيتحمر معايا وهيطلع مقرمش وزي الفل، كأني بحمص عيش. عشان كده انا ما بغيبهوش في الطاسه، يا دوب بس يشيل معايا العجين علشان خاطر ما يتقطعش مني. سهل جدا ومفيهوش اي حاجه، والمقادير بمنتهى السهوله. كوبايه دقيق على نص كوبايه ذره، او كوبايتين، كوبايه من ده وكوبايه من ده، على التوابل اللي تريحك، على ملح، على سكر، على معلقتين زيت او معلقه كبيره زيت، ومعلقه بودر صغيره.
هافردها على الصاج بالشكل ده، وفي الآخر هيطلع معايا ادي اللي متقلي وادي اللي في الفرن، والاتنين زي بعض مفيهمش أي حاجة ومقرمش خالص. شايفين؟ هاوريكم بصوا بيتفرفت معايا بمنتهى السهولة، ويقعد معاكي على قد ما يقعد، وتحطيه في أكياس وولادك ياخدوه معاه المدرسة أو ياخدوه معاهم الحضانة، وحاجة عاملاها في البيت وتقدري تعملي كده في البيت مقرمشات ياكلوها ويتسلوا بيها. جميل جدًا يعني مغري للولاد خالص. وبألف هنا وبألف شفا، ويا رب تكون الحلقة عجبتكم. لو أول مرة تشوفونا سبسكرايب لقناتنا ولايك وشير وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وإن شاء الله أنا كاتبة لكم كل المقادير في صندوق الوصف، وانتظرونا في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.